هنتكلم عن ايه اللي بيحصل لما تبطل ممارسة العادة السرية ومشاهدة الافلام الاباحية. لو حسيت انك عايز تبدأ رحلة تعافيك وتكتشف نفسك من غير الادمان، يبقى الفيديو ده معمول ليك. يلا بينا نشوف الجدول الزمني لفوائد التوقف خطوة بخطوة. المرحلة الاولى من 0 ل7 ايام. في اول اسبوع بتكون الدنيا صعبة جدا، ممكن تحس ان ده اصعب اسبوع مر عليك، هتبدأ تحس بتعب اكتر، لكن مع مرور الايام هتلاقي مستويات الطاقة بتزيد ببطء، هتحس بتحسن طفيف في صحتك النفسية، وهتبدأ تحقق انجازات صغيرة في التمرين والشغل. وكمان بعد اليوم السابع هتلاحظ ان هرمون التستوستيرون عندك بدأ يرتفع شوية. المرحلة الثانية من 7 إلى 21 يوم. بعد الاسبوع الاول من يوم السابع لغاية يوم 21 هتبدأ تكتسب قوة دافعة، وثقتك بنفسك هتزيد، هتحس بتفاؤل اكبر عن المستقبل، وانتاجيتك هتتحسن، هتقل مشاعر القلق، وهتلاقي نفسك بتوجه اهتمامك لحاجات تانية زي تحسين اللياقة والأناقة. يعني هتبدأ تشوف نفسك بتتغير للأفضل مع كل يوم بيمر. دلوقتي ندخل على المرحلة الثالثة من يوم 30 إلى 45. دي المرحلة اللي بنسميها أحيانا الموت السريري أو الخط الثابت. هنا ممكن تحس بأقصى أعراض الانسحاب، مثلا انخفاض شديد في الرغبة الجنسية، طاقة خفضة، وضبابية في الدماغ. كتير من الناس بينتكسوا في المرحلة دي، لكن لازم تعرف إن ده جزء طبيعي من عملية الشفاء. فلو حسيت بالإحباط افتكر إنك محتاج تثبت وتستمر، لأن المرحلة دي هتعدي. المرحلة الرابعة من 45 إلى 70 يوم. بعد المرحلة الصعبة دي من يوم 45 إلى 70 هتحس رجوع واضح للتفاؤل والأمل، قدرتك على التركيز هتتحسن، وهتلاقي نفسك بتنجز أكتر في شغلك وحياتك، جودة نومك هتكون أفضل، وحياتك هتتحسن بشكل عام. دي مرحلة العودة من الموت السرير، وفيها بتبدأ تحس إنك راجع لطبيعتك تاني. المرحلة الخامسة بعد 70 يوم المعركة لسه ماشية. المرحلة دي بتعتمد على مرونتك والتزامك بالتعافي. مع الوقت هتلاقي إن التغيير أصبح جزء من حياتك وروتينك اليومي، بس خلي بالك الانتكاسات لسه ممكن تحصل لو خليت حذرك نازل، فكن دايما واعي ومستعد. وأخيرا المرحلة السادسة الوضع الفائق. في المرحلة دي هتحس إنك بتتجاوز نفسك وكأن عندك قوة خارقة، هتشعر بقوة نفسية عالية، تركيز فائق، وكأنك الرجل الحديد. طبعا الكلام ده شوية مزاح، بس هو بيعبر عن الشعور العام إنك بقت طاقتك عالية ومزاجك فوق. ده بيدل على إنك وصلت لمستوى عالي من التعافي والتوازن. في النهاية الجدول الزمني ده ممكن يختلف من شخص للتاني، مش نموذج واحد ينطبق على الكل، بس أهم حاجة إنك تاخد القرار دلوقتي وتبدأ رحلة تعافيك. اكتشف نفسك من غير الإباحية، وحافظ على التزامك وتماسكك. لو حسيت إن الفيديو ده فادك اعمله لايك وشاركه مع أصحابك، وشاركنا رأيك في الكومنتات. ربنا معاك، وابدأ رحلتك للتغيير النهاردة. سلام.